يا سيد السادات جئتك قاصدا يا سيد السادات جئتك بسم الله والحمد لله ونصلي ونسلم على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، صلوا عليه وآله. وأبيض يستسقى الغمام بوجهه، ثمال اليتامى عصمة للأرامل، يلوذ به الهلاك من آل هاشم، فهم عنده في نعمة وتفاضل، حليم رشيد عادل غير طائش، تولى إلها ليس عنه بغافل، فأيده رب العباد بنصره، وأظهر دينا حقه غير باطل. صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وآل إبراهيم، وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. إذن عدنا والعود أحمد. إذن بعد عطلة العيد ها نحن نعود لنواصل ونتواصل مع الحلقة الثامنة أو المسامرة الثامنة من مسامرات شرح كتاب الأربعين النووي الإمام النووي رضي الله عنه ونفعنا الله بعلمه. إذا ما زلنا في حديث جبريل يسأل والنبي يجيب. جبريل يسأل والرسول يجيبه. رأينا أنه قال له أخبرني عن الإسلام، فأخبره الرسول عن الإسلام. قال أخبرني عن الإيمان، فأخبر الرسول عن الإيمان. قال اليوم أخبرني عن الإحسان، يعني اليوم مع الإحسان السؤال الثالث. إذن الرسول صلى الله عليه وسلم وفي آخر الحديث بين سبب مجيء سيدنا جبريل وأسئلته. قال جبريل جاءكم ليعلمكم دينكم، باش يشرح لكم وش معناه الدين، وش معناه الإسلام، وش معناه الإيمان، وش معناه الإحسان. يعلمكم باش تعرف شو الفرق بين هذا وهذا وهذا، ولماذا هذا التفريق التصنيف، يعني إسلام وإيمان وإحسان. فالرسول عندما قال له أخبرني عن الإسلام بين له أن الإسلام هو شعائر ظاهرية، شهادة لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. هذه سمى أشياء ظاهرية، سموا العبادات الظاهرية اللي من يفعلها نقول أنه مسلم. هذه كتبين أنه مسلم. يعني من لا يصلي ولا يصوم واحد اللي تو نقولوا مسلم، يقول لك أكثر يعني ندخل الجنة قبلك، يعني حسب الحديث. الرسول قال المسلم هو أن تشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكن هذه ما تكفيش، راه بالك، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطاع إليه سبيلا. كي تعمل هذا الناس يقولوا هذا مسلم. يعني هذه شعائر ظاهرية نتاع الأعضاء، نتاع اللسان، شهادة، وتاع البدن. من يفعلها يصنف أنه مسلم. ثم حديث يبين هذا أيضا. شوفوا الحديث هذا فيه عن محجن ابن أبي محجن أنه كان، هذا صحابي، كان في مجلس مع الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد النبوي. سيدنا أبو محجن هذا كان جالس مع الرسول في الجامع، فأذن بالصلاة، صلاة العصر وصلاة الظهر، يعني هم قاعدين أذن بلال، أسباب شيعة من الجماعة باش يصلوا لا. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس، يعني كل من كان في المجلس يعمل صلى مع الرسول إلا محجن هدايا.
محجن قاعد تسد العرصة. تصور أنت يعني في مجلس الرسول أذن للصلاة وقيمة الصلاة، ناوي يجمع الكل، الصحابة الكل يصلوا الرسول، سيدنا محجن ابن محجن قاعد ما نضج يصلي، وهذا يخفي هذا على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالرسول لابد أن يستفسر. هذا أمر عجيب ولا مش عجيب؟ هذا عجيب. ثم رجع الرسول بعد ما صلى بالمسلم والصلى، يعني يرجع لمكانه ومحجن في مجلسه، لا صلى لا ركع للجد. فقال له صلى الله عليه وسلم: ما منعك أن تصلي؟ شو خلق ما تصليش يعني؟ ماكش بتوضي مجنن شنو؟ شوف الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما اتهمه ولكن يحب يستفسر. ما منعك أن تصلي؟ ألست برجل مسلم؟ هذه الكلمة دي معه. قال: ماكش مسلم أنت؟ يعني إذا كان مسلم لازم أنك تصلي معنا. ألست برجل مسلم؟ هذه هامة جدا. فيعني من لا يصلي ولا يصوم ولا حسب الحديث هذايا ليس برجل مسلم. قال الرسول: ما دام ما صليتش قول لنا أنت مسلم. إذا كان مسلم أراك ما صليت معنا، لأن كل من صلى معنا فهو مسلم. ألست برجل مسلم؟ قال: بلى يا رسول الله. إيه ما ليش ما صليتش؟ لماذا لم تكن تصلي معنا؟ ولكني كنت قد صليت في الدار. صلى قبل ما يجي الجامع، يعرف الوقت يعني حل نتاع الظهر نتاع الواحد، صلى في الدار ويجي الجامع. كنت قد صليت في أهلي في بيتي. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: إذا جئت فصل مع الناس وإن كنت قد صليت في الدار حتى لا تتهم. شو معنى الناس كلها تصلي كانوا بيصلي؟ لهذه كلمة ألست برجل مسلم. إذا أنت كنت مسلم فعليك أن تصلي كما يصلي الناس، وتصوم إذا جاء رمضان، وتحج إذا استطعت، وتزكي. إذن كي قال الإسلام وأنت كذا، يعني هذه أشياء نراها بالعين. ثم الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خير وشره. هذه أشياء قلبية لا نراها يعلمها إلا الله. إذن ثم أشياء نراها فنحكم على العبد أنه مسلم، وثم أشياء لا يعلمها من العبد إلا الله لأنها قلبية. هذا الإيمان. إذن الإيمان هو باطني داخلي، والإسلام هو ظاهري. الإسلام هو ظاهري. فالمنافقين مثلا يصلوا مع المسلمين هكذا، يؤدوا الإسلام الظاهري، ولكن قلوبهم ليس فيها إيمان. شفتوا الواحد ينجم واحد يصلي ولكن قلبه ما فيش إيمان. نحن لا نعلمه. ما دام صلى هو الرسول لماذا لم يحارب المنافقين ولم ما ترجمش؟ لأنهم يصلوا مع الناس. ما دام صلى وترك سرائرهم إلى الله، لأن هذه أمور لا يعلمها إلا الله في القلب. يعني لكن احنا كنشوفه يصلي ويزكي ويصوم معنا، هذا نقول رجل مسلم له حق المسلم معنا. شوف إذن سألوا عن الإسلام، سألوا عن الإيمان، سألوا قال: فأخبرني عن الإحسان. ما ثم شيء آخر له إسلام وله إيمان، هو إيه؟ إذا يبين لنا أن الدين ثلاث مراتب. أولها إسلام، ثانيها إيمان، ثالثها إذا الإحسان هو الأعلى، هو التاج. إذا نسموه ثلاث مراتب. إذا الإسلام هو الظاهر، والإيمان هو الباطن، والإحسان هو أن تحسن ذلك. الرسول عندما رأى في المسجد جاء رجل أعرابي فصلى، فقال له: ارجع فصلي فإنك لم تصلي. 3 مرات الرسول يرجع صلى، ولكن صلاة يعني هذا كما يعرفه، لأنه لم يصلي مع الرسول صلى الله عليه وسلم. لو كان صلى مع الرسول عرف كيف شيء سلم. فقال الرسول يعني ما قالش ما أنا باهي، قال: ارجع فصلي فإنك يعني لم تحسن، ارجع فأحسن صلاتك. إذا الإحسان هو أن تحسن الشيء، أن تتقن الشيء.
أن تبدع في الشيء، هذه درجة عالية، هذا الإحسان. قال فأخبرني عن الإحسان. قال الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذه درجة أن تعبد، أن تصلي، أن تصوم، أن تزكي، أن تتعامل، أن تدعك وكأنك ترى الله يراك، كأنك يعني أن تعبد الله في الطاعات وكل شيء سواء القلبي وغيره، وأنت مستحضر لله أن الله يراقبك. إن لم تكن تراه فإنه يراك. أنت في الحالتين يعني دير. هذه كده الإحسان، هذه درجة يعني إن شاء الله نسأل أن نبلغها، هذه درجة نسأل أن يبلغها. إذن الإحسان هو استشعار مراقبة الله صلى الله عليه وسلم، وكل من يستشعر مراقبة الله ويحسب أن الله يرى إذا فعل شيء يتقنه، لابد أن يتقنه. إحنا علاش توا يعني جل عباداتنا بلبزة وجتابة، لأننا تنقصنا مراقبة، لا نستشعر أن الله يرانا. أما واحد يصلي يقول لك ويتلفت عليك يقول لك لو كان ربي يرى، كان عامل في باله ربي يرى، شوف أمر ما يتلفت يعني. فلا إيمان بدون إسلام، ولا إحسان بدون إيمان، كلهم مرتبطين ببعض. إذن لا إيمان بدون إسلام. ما باش الناس يقول لك الإيمان في قلب محبة الرسول، محبة المؤمن، إيه وصلاتك وسلامك وهذه المهم قال في القلب. لا يا سيدي، قال لك لا إيمان إلا أن تترجمه بالإسلام، تترجم بالصلاة وتترجم بالصيام وغيره. ولا إحسان إلا بالإيمان. ما يجي واحد يقول يصلي كذا وقلبه ما فيش إيمان ويقول أنا من المحسنين، لا. يقول لذلك هذه 3 درجات، هذول أدناها إسلام، بعد إيمان، بعد إحسان. هذه من استكملها أولئك هم المؤمنون حقا. والإيمان كذلك يزيد مراتب، حتى هو يزيد وينقص، ولا لا؟ أنتم شو ساعة في بعض الأحيان تلقوا روحك يعني زي ملائكة، زي حسن البصري، وساعة يقول لك ضربوه فالإحسان مراتب يزيد وينقص. أصبح الناس في عند الموت، عند المصيبة، منها تلقاهم الناس يعني في قمة الإيمان، هذا فنوه رجعت الغيبة ورجعت كل شيء. فالإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعاصي والغفلة، ينقص بالغفلة. وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. قال زادتهم إيمانا. إذن الإيمان درجات، مشكل أبو بكر كما غيره، فالإيمان يعني الناس في إيمانهم درجات. جاء رجل إلى الحسن البصري، سيدنا الحسن هذا من التابعين، يسموه ضمير القرن الأول، معروف أبو سعيد. قال له أمؤمن أنت يا أبا سعيد؟ صوت يجي واحد يقول أنا مؤمن أنت ولا؟ سؤال يعني استفزازي. ما قالش إذا كان مش أنا مؤمن شكون مؤمن؟ لا، اسمع سؤال المؤمن الحق اللي هو متواضع بإيمانهم. قال أمؤمن أنت يا أبا سعيد؟ فقال له إن كنت تعني بالإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره فأنا مؤمن. إذا كنت تقصد الإيمان هذا فأنا من هؤلاء. وأما إن كنت تعني بالإيمان ما قال الله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا ويستبشرون. قال ما نقول لكش الإيمان هذا نزلت ما وصلتهمش. إذن فقال ثم مراتب الإيمان وحين مراتب يعني. فرب سورة الأنفال قال يعني ربي قال عليهم أولئك هم المؤمنون
حقا، بلغوا درجة الإحسان. أنت شوف سيدنا أبو بكر ما جاهد وما قاتل وما كان بطل كما سيدنا خالد بن الوليد، هيك ولا ما كانش؟ لكن سيدنا أبو بكر خير من خالد بن الوليد. ما كان يعني زاهد كما أبو ذر، لكن أبو بكر خير من أبي ذر. كتقال أبو بكر مع كل من كان، تقول ما شنو السبب اللي خلاه يعني مؤمن حق صديق؟ ما صديق يعني مؤمن حق. قالك لشيء في قلبه وهو أنه يعبد الله كأنه يراه. هذه البلغات اللي جعل سيدنا أبو بكر يعني ايش قال؟ بإنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. كان يقول له اتق الله، ما يقولش واش عملت؟ شوف عملتني تو. قال تقول الله ولا يتذكر الله فيرعش، يوجل قلبه، يخاف قلبه، يرتعد قلبه، حتى المكان ما ياكل. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاه مسلمين يعني. تمام. يقول بعد شي سنه جاب اولئك، هؤلاء اللي حدثكم عليهم اولئك هم المؤمنون حقا الذين بلغوا درجه الاحسان في الايمان. نسال الله ان يرزقنا درجه الاحسان وان يعيننا على ان نجاهد انفسنا حتى نبلغ درجه الاحسان. اذا توجه القلوب يعني قلوب تخاف، إذا ذكر وشاف شيء يعني يتذكر ربي فيتذكر عظمة الله سبحانه وتعالى فيوجل ويخاف منا، خوف الموقف مع الله، خوف الوقوف أمام الله، خوف أن يأخذه الله على حين غفلة فيموت وهو مقصر. ديما تلاقيه خايف، والمؤمن يجمع بين الخوف والرجاء. احنا توا أمورنا واضحة، ما عندناش خوف يعني، كان يعني حاطينه في الجيب يعني. الصحابة والسلف الصالح القرن الأول هذول يعني كانوا في قمة العمل، ما صلاش واحد كافهم، ما صامش واحد كافهم في الإتقان، نحكي له مش في الكم. احنا الكم متاعنا برشا ولكن الكيف ناقص، يعني ينقصنا الإحسان الإتقان يعني. الصحابة كانوا رغم قلة أعمالهم كانوا متقنين الأعمال في الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي الزكاة وفي الجهاد وفي كل شيء. كانوا في قمة العمل وفي قمة، رغم أنهم يعني يجاهدوا مع الرسول ويصلوا مع الرسول وينفقوا ويعطوا، كانوا خائفين أن لا يتقبل منهم، خائفين أن لا يتقبل منهم. ليه؟ هذول يقول لك لأنهم يقول لك كأنك ترى والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجل أنهم إلى ربهم راجعون، يعني خايفين أن ما قدموا من جهاد ومن صلوات ومن زكوات ومن حج وكذا هم يعني قدموا بإخلاص، ولكن مش على يقين أنهم، مش هذا شكره، لكن لا يزكون أنفسهم. ما قلش لا أمورنا واضح، احنا يعني يقول لك وخايفين أن لا يتقبل منهم. احنا عكسهم يعني أعمالنا قليلة ومبلبظة شوية يعني، ما فيش اتقان وكذا وغيبة وكذا وقرآن وكذا، وعارفين أن ما نقوم به هو متقبل عند ربنا سبحانه وتعالى. يعني هذا الفرق بينهم من الصحابة يعني. فكان خوف الصحابة خوف العقلاء، يعملها العاقل هذاك، وإحنا رجاؤنا رجاء السذج، رجاء يعني احنا ربنا ربي ونعبد فيه ومتبع محمد، امورنا واضحه مهما عملنا يعني امورنا. ويستشهد يقول لك ما يسالش حتى فمن زحزح عن النار ودخل الجنه، ما يسالش، المهم نتزحزح شويه. ويقول لك كلما عقل الانسان ونما ادراكه كلما زاد خوفه من الله. هكذا انما يخشى الله من عباده العلماء. كل ما ازداد الإنسان علما، مش علم المادي، علم بالله يعني،
كلما ازداد الإنسان العلم معرفة بالله إلا وازداد له خشية. الأنبياء والرسل والصديقين يعني ليش هم؟ لأنهم يعني يقول لك ضربوا لذلك مثل، يقول لك طفل، قلنا على الإدراك يعني العقل، يعني طفل في الغابة رضيع يحبي، يلقاه نشر الحاجة يجي يشدها نحن نشرب، ليه عليه يشدها؟ لا يعرفه، ما يعرفش أنه يلدغ ولا يعض يعني احنا نقول شجاع ولا شجاع، هل هو شجاع؟ مش شجاع، لكنه جاهل ليس له إدراك بخطورة الوحي. بينما باباك يجي تفجع، ليش؟ لأنه يعرف باباه أن هذا الثعبان يسام ويعض ويلدغ يعني. فالأب أكثر إدراك من الطفل. يقول كلما ازددت إدراكا لعظمة الله ومعرفة بالله إلا وازددت إحسانا، أتقنت العمل وأتقنت الصيام وأتقنت الحج وأتقنت العمرة وأتقنت الزكاة حتى الأخلاق يعني. ليش؟ لأن دينك تستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى. عن المغيرة بن شعبة قال قام الرسول صلى الله عليه وسلم قيام الليل يعني صلى بالليل حتى تورمت قدماه من شدة كراهة، فقيل له يا رسول الله قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، ليش تعب في راحة؟ أمورك واضحة أنت يعني صدر، ليش السر والتعب يعني؟ حين يلزمنا نفسه ونتعبه. اسمع الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان في قمة الإدراك لعظمة الله، وأنا في هو كما يقول سيد المحسنين. شو جوابه؟ طيب حتى إذا كان ربي يعني أعلمني يعني قد غفر ذنبي أفلا أكون عبدا شكورا؟ هذا يقول كان عاقل، كان تام الإدراك. أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا فعلها شكرا لله سبحانه وتعالى. ما هو الإحسان وين يعني؟ وكذلك احنا كي نتأملوا مليح ونفهم مليح درس الإحسان تتصلح برشا أشياء من طاعتنا. ذلك يتنفل تنفل يعني في قيمته، وكي الصيام صيام قيمته. ليش؟ لأنه دائما يستحضر أن الله يعرفه ويعلمه وهو يراه وبصير به. إن لم تكن تراه فإنه يراك، تعبد الله كأنك تراه. يعني كأنك تراقبه ويراقبك. طب باش الناس ما تروح عصر الكاميرات، كل بلاصه فيها كاميرا ولا؟ فكل من يدخل محل يعلم انه في كاميرا هذه تصرف سيء، يحط في الجيب قال لك ثم عزيز تحدث في حفيدتها منها. ايه قلت لها كنا يعني كي ندخل السوق ندخل الواحد الروح والعلاقه والخبنه معبيه. كيفاش قلت لها؟ وتو يعني قلت لها من الجمود ليه؟ ما ثمش كاميرا قلت قبل تحط الروح. تو فأنت يعني كي سواء جوامة ولا غيرها يعني أي مكان الداخل فيه يعلم أنه مراقب يحتاط. فأنت ولله المثل الأعلى يعني. فالله هو مراقبك، نايم ماشي جاي تاكل راقد ساكت، ويعلم ما تسر وما تعلنه، فلا بد أن تراقبه. هذه كما قلنا نغفل عنها، والشيطان والنفس تعمل عليها الوهذيين. خليك دائما دليل. وكذا الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة قال لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن. لا يمكن يعني يستحضر أن الله يراه ويزنى، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. لا يمكن. كما تشوف فيك وتسرق متهور وقت الظلم. شوف الحديث هذا لا يزنى الزاني حين يزنى وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن. يعني وهو كنقول مؤمن يعني يؤمن بأن الله يراقبه، أنه مراقب من طرف الله سبحانه وتعالى. المعنى كأنك تراه هو يقول لك أن تتأدب في حضرة الله سبحانه وتعالى. واحد كي يدخل على المسؤول، تدخل على والي ولا معتمد ولا واحد،
تدخل كان تيكي ما يعني قدام المراية تنظم راحة شوف هي مالها كيفاش، شوف لي كيش نمشي، وكي تدخل يعني خطوة خطوة كي تقعد يعني مكتف يديك واحد، أنت أمام مخلوق، تأدبت مع المخلوق، فالأولى أن تتأدب مع الله. ما حين يصلي يتلفت هيك وهيك هيك هيك هيك، هذا غير متأدب مع الله سبحانه وتعالى. لو كان متأدب له دار منهم. يقول لك أن تتأدب مع الله سبحانه في حضرته وأنت تعبده، تصلي أو تصوم واحد كأنك تنظر إليه وهو ينظر إليك. ما ظنك برجل يعلم أن الله يراه كيف ستكون صلاته؟ لابد أن يصلي. هذا اللي قال الرسول يعني ارجع فصلي منك تصلي، يعني حط روحه يعني ما كان الله لا يراه، رغم أن الرسول جاهل يشوف فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. كيف يكون خشوعه؟ يخشع. ماذا يفعل في خلوته؟ كيظل واحد مسكر روح الباب، إذا كيظل لأن يدرك أن الله يراه، هل يفعل شيء؟ لا يشاتي لا يدير هيك ولا هذا يسموه ذنوب الخلوات. واحد كيسكر راحة، واحد يهبط الريدو، طفى الضوء، يدير يقول لك أمورنا واضحة، إنه يراك. فمن يرى يعني من كان يدرك أن الله يراه لا يفعل شيء، سواء كان ضوء يشعل ولا يبان محلول ولا في حضر، سواء مع الناس أو مع غيره، ولا يظلم ولا يلمز ولا يسب ولا يشتم. فكل من ترونه يفعل هذا فهو غياب، يعني مراقبة الله غائبة من قلبه. فشعورك بأن الله يمنعك من أن تغفل وأن تفعل شيء لا يدري. قال الرسول صلى الله عليه وسلم حديث: إن العبد إذا قام إلى الصلاة فإنه بين يدي الرحمن مطبعا الله أكبر، فأنت في حضرته سبحانه. فإذا التفت يقول الله: إلى من تلتفت؟ شوف الله، ولكن تقول الله أكبر أنت قدام ربي، صحيح تقول هيك هيك، ربي يقول لك وين تلفت؟ إلى أين تلتفت؟ إلى خير مني، أقبل يا ابن آدم إلي فأنا خير ممن تلتفت إليه. حين التالي قال الله أكبر يثبت، هو عم يروح هيك، عم يروح متلفت الرب لك لا فهمت. شفت الحديث كذا. فإذا التفت يقول له: إلى أين تلتفت؟ إلى خير مني، التفت إلي فأنا خير ممن التفت إليه. من يفعله هذا؟ الغافل، لكن لا يفعلها الذي يدرك أن الله يراه. رأى سعيد بن المسيب رجل يعبد في صلاته، يحك ويدير ويقول هيك وهيك، يعبد، سموه يعبد في صلاته. فقال: لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ما الجوارح تمشي بالعمل القلب، يعني ما دام يحك ويقول هيك ويدير هيك ويدير هيك ويتلفت هيك ويتثاوب زين، هذا قلب غافل. قل لو خشع قلبه. ومتى يخشع قلبه؟ إذا أدرك أن الله يراقب يره، لخشعت جوارحه. ما يشوفون يا جماعة يعني كذا كلهم يعني خارج الخشوع. هكذا واحد من الصالحين يقول: تدربت على الصلاة 20 عاما. تدربت، ما قال صليت، تدربت على الصلاة 20 عاما لين وليت خاشع فيها، ثم تذوقتها 20 عاما. هو 40 عام يصلي، لكن 20 حسبهم تربص، مرة يتلفت، مرة يدير هيك، مرة ينور، مرة ينسى. بعد صلح روحه فخشع قلبه. عندما خشع قلبه تمتع بالصلاة، ولك يصلي وكاش الرسول يقول: أرحنا بها يا بلال. وإحنا شو نقولوا؟ تأذن بشيخ، روحنا نروح ونمشي، طولت علينا. ريحنا منها، أرحنا بها. ليش؟ لأن الذي قالها يدرك أن عندما يقوم هو يكون في حضرة الله سبحانه وتعالى، في حضرة المولى. أرحنا بها يا بلال. يروى أن الإمام أحمد
بلغه أن أحد طلبته حافظ القرآن قال له: يا شيخ، هذا الطالب الفلاني يختم القرآن في ليلة، صلى به في ليلة. الإمام أحمد لأنه عاقل ويعرف قال ما قال شيء، يعطيه الصحة، برافو عليه هذيك، ولا ما تعملش كافر، لا، قال: ائتوني به، ائتوني به باش يصلحه، لأن رأى أن ما يفعله ليس ثقيلا في الميزان. فقال له: بلغني عنك أنك تختم القرآن في ليلة، تصلي بالقرآن في ليلة. قال: نعم. وكان يستنى في شد شكر وشد واحد. قال الإمام أحمد، فقال له: نعم يا إمام. فقال له: الليلة إن شاء الله كي تقرأ وتقول الله أكبر باش تستفتح، احسبني كأني نسمع فيك وأنك تعرض في علي، حطني في بالك، قال كأنك تعرضه علي، وغدوة تعالى مشي. الليلة هذيك كي كبر حط في ذهن أن الإمام يسمع فيه، وكأنه يعرض على الإمام باش يثبت روحه، ما يثبتش، زي باش يختم في ليلة. وأنا أراقب قراءتك. فمن قدوة كي يجي قال: شنو ختمت القرآن؟ قال: لا، وين ختمت القرآن؟ قال: لم أقرأ سوى 10 أجزاء، يعني 20 حزب. قال كان يقرأ في 60 حزب. كي حط في باله أنه الشيخ يراقب فيه وكأنه يسمعه ولا يقرأ برزانة، فعود باش يقرأ 60 اقرأ 20. 30 تلوح. هذا لأن حط في بال الإيمان، يعني الشيخ نتاعي يشوف فيه. قال: جيد، يعني الليلة إن شاء الله كي تقرأه اقرأه وكأنك تعرضه على الرسول صلى الله عليه وسلم، كان الرسول يسمع فيك يعني. فذهب من غلبك يجي قال: أمورك ختمت القرآن؟ لا، قريت 20 حزب. قال: وين يا إمام؟ ايش قال لي؟ قال: لم أكمل جزء عما. قال: البارح كان نقرأ وحط في ذهني أني أعرض على الرسول وأن الرسول يسمع فيا، حزبين قريت، يعني جزء عما فقط، 60 حزب 20 حزب. قال: لا، اقرأه وكأنك تعرضه على الله، حط في بالك أن الله يسمعك. وغدوة علينا جيب من غدوة دهش ومرهق خايف، يعني لأنه شاف روحه قد ينحدر. سقيت كمان جزء عام، عملت 20 حزب. قال: لم أكمل الفاتحة البارحة يا إمام، لم أكمل الفاتحة. ما الذي جعله يعني لذا كان يصلي هو متلعث في الفاتحة؟ لأن في ذهنه أن الله يسمع، فيتقن ويحسن حتى يرضي الله سبحانه وتعالى. هذا واحد كي يعمل كي يصلي نافلة ويحط في بال هدايا، يصبح صلاته وصيامه وحجه وكل ما يفعل حتى كي يمشي في الشارع متزن. يعني شفتوا الإحسان أن تدرك أن الله يراقبك، هي لتجعلك على قل آمنت بالله ثم استقم. كيف فعلت يا ولدي؟ فأجاب باكيا: يا إمام، والله لم أكمل الفاتحة طوال الليل. لا، لما لا رد بالك مالك تقرأ من هيك، يعني ما نحن زعما حين نفرحوا بها، فلان والله ختمة في نهارين، ختمة في ليلة، نفرحوا بها. شفت الإمام يقول لك: لا، لأن ذاك لم يستحضر عظمة الله سبحانه وتعالى. أنا أقول لك الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، وهذا لما يجيش وحدها يجي بالمجاهدة. فكلمة الإحسان ومشتقاتها في القرآن 190 مرة. الإحسان والمحسنين وقولوا للناس حسنا، كل الإحسان ومشتقاته مذكورة في القرآن قديش؟ 190 مرة، وهذه قيمتها. جاءت مرتبطة بالإيمان ديما،
والإسلام والتقوى. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ ما لا تحب يعني الفردوس الأعلى والحور العين ونهر من لبن ونهر من عسل ونهر من ما غيره، صلوات غافلة. أحسن يحسن إليك. هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ هي نحب ربي يحسننا ولكن بدون إحسان. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وبالوالدين إحسانا. إذا يكون بعض يعني المهم مذكورة 190 مرة، وفي القرآن 7 ذكرهم الله بأنهم يحبهم. 7 أصناف من الناس ربي قال في القرآن أنه يحبهم، سعدهم يسعدودهم. هكا نقول ما أم الله الحمد يقول يسعدودنا بسجي ربي، هذا يسموه إيمان العجائز، يسعدودنا بسجي ربي. ما ثم واحد سأل ابن عباس واحد قال له يعني بعد الموت، قال له يعني رد بالك يوم القيامة، قال من يحاسبنا؟ قال الله. الحمد لله. قال لا كريم. قال لكن ما معملش على هذاك، هو يخدم لكن حسن ظني بالله. إذن 7 يحبهم الله في القرآن، وذكر أن الله يحبهم، فحاول أن تكون منهم يعني. أن الله يحب المحسنين، فحاول أن تكون من المحسنين. يعني أحسن في كل شيء عمل تعمله، في أخلاقك، في معاملاتك، في صلواتك، في ذكرك، في قولك، في فعلك، في كل شيء. إن الله يحب المحسنين، يحب من يحسن الطاعة والعبادة. هذه يحب المحسنين ذكرها ربي 5 مرات في القرآن، 5 مرات. ويحب التوابين مرة واحدة مذكورة، ويحب المتطهرين مرة واحدة مذكورة، ويحب المتقين 3 مرات، ويحب الصابرين مرة واحدة، ويحب المتوكلين مرة واحدة، ويحب المقسطين 3 مرات. أنا الأكثر، المحسنين 5 مرات. هذه لقيمة الإحسان. يحب المحسنين. نسأل الله أن يجعلنا من المحسنين فننال محبة الله لنا. يقول لك المحسنين هم الصنف الأكثر ذكرا في القرآن. من صفاتهم، ما تحب تكون محسنين ولا لابد أن تعرف الصفات متاعهم. شوف بالك عندك صفة من صفاتهم. إذا كان عندك صفة من صفاتهم كي تلقى عندك صفة من صفات نقول الحمد لله اللي عندي صفة من صفات المحسنين. أنهم أهل سهر ليلي، مش يسروا في القهوة ولا في الكورنيش يشربوا، سهر إيماني يسموه. يبيتون لربهم سجدا وقياما، كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، تتجافى جنوبهم عن المضاجع، وبالأسحار هم الله محسنين. شوف إذا كان عندك أنت وفي أموالهم حق للسائل إذا كان عندك واحد من يقول الحمد لله اللي عندي صفة من صفات المحسنين. هذه الصفة الأولى. إذا الليل هم مش كما ليل الناس الأخرى. هم أهل كرم وصفح، كرماء ويسامحوا الناس. قالوا يا أيها العزيز إن له أبا شيخا كبيرا فخذ أحدنا مكانه إن نراك من المحسنين. يوسف إن نراك باش حكموا عليه المحسنين بالكرم والسماحة. لو حفل به وبعدوا على باباه كانوا حنين نقول له احرقوهم يا جماعة، فقال اذهبوا ما سمحهم ولا في الأخر. قال وإنك أنت يوسف؟ قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر. ثم قالوا تالله لقد آثرك الله وإن كنا لخاطئين اذهبوا فسامحهم. من يسامح هذا إلا المحسن اللي يشوف أن أجره عند الله سبحانه وتعالى. إذن الكرم والصفح يسامح.
فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين. الرب قال للرسول فاعف عنهم واصفح. ايش عمل الرسول في عام الفتح؟ 13 عام يعني 23 عام هم يحاربوا فيه ويجوعوا فيه ويعذبوا في أصحابه. يعني نجم وقت دخل مكة وهو القوي وصاحب الوعد، ينجم يعني يعاقبهم ولا يلوم أحد هيك ولا ينتقم حتى الأصحاب على الأقل، لكن لأنه من المحسنين فرب قال له فاعفوا عنهم واصفح. ليش؟ كن من المحسنين لأن الله يحب. إذن فالمحسن هو من يعفو ويصفح ويعطي يكرم. إذن يقيموا الليل ويصفحون ويكرمون. الصفة الثالثة دائما يعيشون في حالة خوف ورجاء. خوف يستشعرون عظمة الله، ورجاء يثقون ويحسنون بالظن بالله. يدعون ربهم خوفا وطمعا. خوف مليق وطمعا في رحمته. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. الصفة الرابعة لأهل الإحسان المحسنين أنهم لا يستكبرون عن قبول الحق. ما قولش لا يعني أسود أسود معاش تكون جوب 50 برهان يعني دائما يعني يتنازلون. لا تجدن أشد الناس عداوة الذين آمنوا اليهود والذين أشركوا. هذا لأنه يقبلون الحق، يعرفوا يعني يعرفونك ويعرفون أبناءهم، ورغم ذلك استكبروا عن قبول الحق. وأنهم لا يستكبرون، هذا المحسنين لا يستكبرون إذا ذكروا بالحق. وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدم مما عرفوا من الحق يقول ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. وما لنا ألا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. شوف المحسنين قديش عندهم، قديش رب أعطاهم الخير. يعني هذا كيف قلنا للترغيب في أن تكون محسنا. من صفاتهم أيضا الصفة الخامسة يظهرون دائما العجز والحياء، لا يستكبرون ولا يعني متواضعين جراء شعور بأنهم مذنبون، عندهم ذنوب. يعني قال ابن القيم يعني هل تظنون أن الصالحين ليس لهم ذنوب؟ ولكن دائما يستغفرون. وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فأتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. ديما رب يحب المحسنين الذين هم هذه صفاتهم. الصفة السادسة أنهم ينفقون حتى في حالة الفقر والحاجة، ديما ينفقون. قال رب سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض وعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب. يقول لك هذيك الصفات المحسنين، ينفقون في السراء والضراء، عندما ما عندهاش قيمة يعطوا ما يرد حد ساعة سيح نفسه، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم قصص. عندنا هذا ما عندناش يعني واني ذهبت مع الصالحين. قال من صفاتهم الصفة السابعة للمحسنين يقول لك سرعة التوبة والاستغفار. رغم أعمالهم وصلاحهم ديما يستغفرون ويسعون بالتوبة. والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم. ما قالوش لا يعني صدقنا برشا وحجنا 3 مرات وصمنا ونصلي الليل الكل، يعني ليش تستغفروا؟ أنا رأيت بعيني هذه فيديو لشيخ من الشيوخ في مصر في بلدنا، يجي واحد شيخ آخر يأخذ عنه إجازة في سماع. الشيخ هدايا
قاعد مكمل كبير، قاعد هو في الأصل يعني أن لا يزكي نفسه، قال كلام يعني كما أقول أنا كسمعت نقول كيفاش يصدر هذا من الرجل ذي، هذا قد أحبط عمله كله. هو حب يظهر يعني قيمته والشيخ اللي يجي ياخذ منه زاد نفخه منه. ايش قال؟ قال هذا يكتب وهذا لا يكتب. يعني ما عنده السيئات، يأخذ أن كاتب الحديث قال هذا يكتب هذا لا يكتب. وأنا من عتقاء الله في الأرض، ولكن بلسان يعني سمعت بالله. هل لعاقل أن يقول هذا؟ هل لمحسن يقول هذا؟ ربي قال ولا تزكوا قال لك أني أموري واضحة، يعني هذا يكتب وهذا ما يكتبش، يعني كأنه يعني معصوم ما يعمل شيء. ربي قال رسول واستغفر لي ذنبك، يعني قال هذا بيكتب، وقال أنا من عتقاء الله في الأرض. ولو كنت سمعتها نقول سبحان الله كيفاش شوف الشيطان كيف يلعب به الإنسان. هذا ما جماعة الطرقية جماعة الواحد والآخر قال اللي جاي ياخذ عن إجازة يا والله عافانا الله وعافاكم، نسأل الله يعافينا ويعافيكم. قال عليه الصلاة والسلام صلوا عليه وسلم وسلم لأعلمن أقواما من أمتي يأتون يوم القيامة بحسنات أمثال جبال تهامة، جبال عالية مش كيلو ولا تسكيل ولا طرنات، هذه أعمال قال لك جبال أصل، صلوات وزكوات وحجات وأعمال وصدقات أعمال. يعني الرسول وصف كثرتها وثقلها بالجبال، فيجعلها الله هباء منثورا، تحط في الميزان ربي انخالد هباء منثورا. قال ثوبان، سيدنا ثوبان يسمع في الرسول صلى الله عليه وسلم، قلبا انخلع سيدنا ثوبان، قال يأتون بأعمال كالجبال يعني ولا تزن شيء عند ربي. سيدنا ثوبان كسمان قال يا لطيف، قال يا رسول الله صفهم لنا جلهم لنا، بالك نكونوا منهم احنا ما ندوش، صفهم لنا. قال هذه شوف الصحابة يعني ما قالوش لأنهم النواظ هذه يحكي عن ناس آخرين هذول يعني، قال صفهم لنا بالك احنا منهم واحنا لا ندري يعني. قال الرسول صلى الله عليه وسلم أما إنهم إخوانكم يعني مسلمين ومن جلدتكم عرب ويأخذون من الليل كما تأخذون، يقيموا في الليل زاد هذول، ولكنهم أقوام إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. كي تركن وتوتيه ما يسيبهاش. شو خلاه ما يسيبهاش؟ لم يراقب ربي، المراقبة غابت، فأعماله يعملها الكل يعني اعملها وكأنه لا يراقب. لا، قال لهم منكم يصلوا في الليل ويصيموا وتعبين في العبادة، ولكنهم إذا خلوا إلى ما حرم الله محرم الله لم يراقبوا الله سبحانه وتعالى، لم يكونوا من المحسنين. سيدنا ثوبان قال لك يا راش يا لطيف، هذه كأنك تراه، لكن كما قلنا تحتاج إلى مجاهدة ويعني تربص، كما في حالة المنافقين قال بالفيلم يستخفون من الناس خوفا من الفضيحة يعني، ولا يستخفون من الله إذ يبيتون ما لا يرضى من القول، ولا يستخفون منه وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكانوا بما يعملون محيطا. هذا يا جماعة يترك أنه يعملوا أي شيء يدبروا أي شيء، لأن يعني حاطين أن لا يرون أحد من الله ولا غيرهم. يستخفون من الناس يعني يخافوا من الناس، ما يعملوش قدام الناس لأن الناس ما تشوفهم وتصنفهم. هذا لك ربي يوم القيامة يعني أعمالهم يعملها نخالة.
كثير من الناس يظن أن الإحسان ينحصر في التصدق على الفقراء، ما يقولوا محسنين هذاك لله يا محسنين، ولت كلمة محسنين مرتبطة بايش؟ بالصدقات بالمادة. بينما الأصل الإحسان هو أن تحسن في كل شيء، يعني أن تتقن كل طاعة وكل عمل تعمله. فكل شيء يحتاج إلى الإحسان، كل شيء يحتاج أن تتقنه، ونحن العرب لا نحسن الإتقان، كل شيء بلبز عنه. فالإحسان لغة أن يأتي الإنسان بالفعل الحسن على وجه حسن، وأن يصنع الجميل، وهذا يشمل كل شيء. عن عائشة قالت إن الله، الرسول يعني قال إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه، يعني أن يحسنه، أي عمل منه دنيا ولو آخره. فالإحسان يشمل كل ما تقوم به وكل ما تقوله، وقولوا للناس حسنا، حتى كلامك لازم تختار توازي يعني. فالمؤمن ليس بالفحش والمتفحش، فيحسن الإنسان في علاقته مع ربه، هذه القمة، ويحسن في علاقته مع الرسول، يتأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم. نعرف باش آيات في القرآن يعني لا ترفعوا أصواتكم فوق، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعض. هذه يسمى كلها أن تحسن مع الرسول، تتأدب مع الرسول صلى الله عليه وسلم، أن توقر الرسول، هذا لا يفعله إلا المحسن. ثم يحسن مع مخلوقات الله، كل المخلوقات، ليس البشر فقط. فالنبي يقول إن الله كتب الإحسان على كل شيء، يعني كتب علينا أن نحسن، أن نتصرف بإحسان مع كل شيء. فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، ما تعذباش حتى القتل يعني. فإذا قتلتم فأحسنوا القتل، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يعني كنا في العيد على التو، ليش ننظف السكاكين هنا باش على الأقل يمكن نجر جرة، ليش ما يظل دائما يظل تززر فيه مسكين ليني ربع ساعة تتززر، هذاك يسمى عذبته. إذا كانت هذا الدين الرسول يقول لك حتى كي تذبح الشاة، حتى في الجهاد كي تقتل أحسن، كن بإحسان. فكيف مع الناس يعني؟ كيف في المعاملات؟ كيف في الطاعة مع ربنا سبحانه وتعالى؟ فالإحسان يعني يشمل كل شيء. هذا كما قلنا لك، قال لك هو أعلى درجات العبادات. في قصة سيدنا يوسف كثر تكرار صفة الإحسان، فكان يوسف محسنا مع ربه، هكذا لا؟ وراودته التي هو في بيت عن نفسه قالت هيت، وأغلقت ربه قالت هيت، قال معاذ الله، ليه؟ استحضر أن الله يرى، فكان من المحسنين. ومع زملاء السجن، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تأكل الطعام، نبئنا بتأويله إن نراك. ايش عمل معهم زمان يعني؟ هو في السجن مظلوم يعني، ومتهم بتهم يعني باطله، ما قالش يعني بفك علي انت دخلني فقين دخلني في مشكلتي، لا اضرب جوع، لا. فكان يحسن وكأنه غير مظلوم. من يفعل هذا إلا ذو قلب كبير، إلا من يرى أن الله يراه، إن نراك من المحسنين. هو في السجن مظلوم، رغم أنه مظلوم كان محسن مع الخلق ومع إخوته أيضا. غفر الله لكم يعني، بروا أحسنوا. ولهذا سميت قصته أحسن القصص. نحن نقص عليك أحسن، لا، لأن فيها إحسانات ياسر من سيدنا يوسف. وبين أن سيدنا يوسف في كل تصرفات تصرف إحسان، سواء مع من ظلموه إخوته أو من ظلمته مرت العزيز، أو مع في السجن، أو مع كل شيء، أو مع كل واحد. فكان دائما أصبح الإحسان خلقه، فكان يتصرف به إحسان.
فكل إحسان يفعله العبد حتى في من لا يستحقون، يعني تو يعني وكلني نوكلك، أعطيني نعطيك، راح نسامحك، يقول لك هذا يعني مبادرة ذيك، حتى أن تحسن إلى من لم يحسن إليك. لابد أن حتى من لا يستحقون لابد أن يكافئك عليه الله سبحانه إذا أحسنت إليه. ليش؟ لأنك ترجو الأجر منا الله سبحانه وتعالى. وأيضا تحسن مع الزوجة ومع الناس ومع الجيران والرحم ومع المال، يعني كما قلنا ليش؟ حتى ينالك القاعدة هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. يقول هذه قاعدة قرآنية عظيمة من الحديث ارحم من في الأرض يرحمك من ارحموا من في الأرض يرحمكم من في الراحمون يرحمهم الرحم. أنفق عليك واحدة بواحدة، أنفق. يعني لا نحب ربي يعني يكرمنا ويسامحنا ويغفر لنا وإحنا يعني مبلبزين مع الناس يعني. يقول لك لا، إذا أردت أن يرحمك الله فارحم خلقه، إذا أردت أن يتوب الله عليك فتوب على أن يغفر لك فاغفر لخلقه. هكذا يقول لك يعني هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. وأعظم الإحسان بعد الإحسان إلى الله هو الإحسان إلى الله أن تعبده ولا تشرك به شيئا، واعبد الله ولا تشرك به، هذا قمة الإحسان لأنه خالقك. يقول لك أعظم الإحسان بعد الإحسان إلى الله هو أن تتأدب وتحسن إلى من كان سبب وجودك، اللي هم وبالوالدين إحسانا. وبالوالدين إحسانا، أن تحسن من كان سبب وجودك. هذه الباء يسمى التسبيح الإلصاق. شوف أنا أمس هبطت في الفيسبوك وقرأت قصة عجيبة جدا. هي حدثت عام 31، امرأة في أمريكا اللاتينية عندها بنت عمرها 6 سنين مريضة، والمستشفى المحلي بتاعهم ما يعملش عمليات ولا بد أن تعمل عملية ولا يعني طيب وقت. فالأم هذه الوالدة رغم لا تعرف لا جنة لا جزاء لا واحد مش مسلم يعني، لكن شوف صلة الوالدة بالولد يعني. لا ترى ما قالش يعني ما عنديش يعني مثلا سبيطار ولا غير ما عنديش فلوس، هي لم تجد ثمن قطار ثمن التراب باش تهز بنتها للمستشفى يبعد 482 كيلومتر له في مدينة أخرى زي ما هي تونس منها. شملت صنعت عربة نذكرتها صغيرة لبوريتها بعجلات وغطت بنتها ببطانية ووزنت كركفاها 26 نهار 26 نهار وأم تكركف في بنتها في كريتها، والطقس يعني قال لك رياح واحد حتى أوصلتها إلى المستشفى فعملوا العملية ونجحت. البنت هذه بعد ما هي أمها هذه عام 31 أم عام توفت عام 78 وبنتها مازالت حية تو يعني، قالت في تأبين أمها كلمة أمها قالت هي سبب وجودي يعني. فالبنت هذه باش تحدثها أمها تقول وقتك عمرك 6 سنين يعني هزاتك قطعت بك 482 كيلومتر ونكركب بالحبل في العربة باش أنت استقمت ولت امرأة يعني. هذه البنت يعني لا يمكن أن تكون عاقة لأمها، لكن ربي قال وبالوالدين إحسانا. الرسول قال وقت جاء الصحابي يعني أي الناس أحق بحسن صحابتي يا رسول الله؟ قال بحسن صحابة يعني أن أحسن صحبته. قال أمك إيه؟ قال ثم من؟ قال أمك إيه؟ ثم من؟ ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أبوك. لماذا جعلت الأم 3/4 حسن الصحبة؟ لأن ما فعلته بنا أمهاتنا لم نره بأعيننا. كي حملتك في بطنها 19 أنت تعرف وقتها كي رضعاتك وانت تبرمز من الكل تعوق وتبكي وتركب السخانه والسنه كدير وبطنك تجري ويدير فيك وتغسل فيك ولا فيك، انت لا تدرك لم ترى ذلك الفعل، لم تدرك ذلك الفعل. فيقول لك لاجل ذلك هي تستحق حسن الصحبه اكثر من ابيك وابوك. جزء واحد ليش؟ لان ابوك انت تعرف انه قراك ووراك وانفق عليك وشاركك كسوه فرأيت فعل ابيك بك،
رأيت إحسان أبيك بك بينما إحسان أمك جزء منه غايب عليك، الحمل والرضاعة والكبر والحبو كله أنت وهي تجوع لتطعمك وتنام وهي تسهر، أنت لا تعرفه. قال الرسول صلى الله عليه وسلم 3 أرباع حسن الصحبة لي الأم وبالوالدين إحسانا. شوف فيهم كيف يكتبوا باتهم ولا شوف في فيسبوك كلنا ناس صعوبة غريبة يعني. واحد يقتل الأم وواحد يحرق أمه وواحد وين زمضان المسلمين زمضان في تونس هذه عافانا وعافاكم الله. وبالوالدين إحسانا. وتقعد في بلاد أخرى مكان أخرى في طرف المدينة كان يبقى واحد يعني برا أوصله بدل لكوشة وخدمينه ألزموه إحسان عن يقول لك الله لا يقبل إحسانا عن بعد بالوالدين أيضا لأنهم ما كلفوكش ما عزوكش الواحدة وقال لك يعني أغسلوا كي يكبر ذا يمشي يجيبوه لنا ما عملوش الأم والبابا ما عملوش إحسان عن بعد. يقول لك الإحسان عن بعد ليس كالإحسان المباشر وبالوالدين إحسانا. رب ايش قال؟ للذين أحسنوا شنو الحسنى دي؟ الجنة. الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. شنو الزيادة؟ ورؤية الله سبحانه وتعالى. ما الجنة من الجنة؟ للمحسنين. جعلنا الله وإياكم من المحسنين الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. إذن جنة والنظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. يقول الله يوم القيامة بعد ما الجماعة يعني إن شاء الله نكونوا منهم يظلوا قاعدين في الجنة متكين عسل بن كذا وحور عين والطير يجي يشتاء يجي مشوية يبلعها طول فهمت خير جيد. قال يعني الله سبحانه يخاطب الواحد يعني هل يعني تريدون شيئا آخر؟ قالوا يا ربنا يعني أدخلتنا الجنة ولم تدخلنا النار ويعني في النعيم مش ثم آخر. فيكشف عن الحجاب يكشف عن وجه ذي الجلال يقول فينسون نعيم الجنة يرون أن أعظم نعمة ولذة النظر إلى وجهك الكريم. لكن من ينالها؟ المحسنون. تبلبزها في الدنيا وتحب تشوف ربي في الآخرة. لابد أن تحسن. قل آمنت بالله ثم استقم كن من المحسنين. وقت الشرع في الإحساس بأن الله يراك وأنت تراه بكثرة المعاصي. قد ما يظل الإنسان يعصي يغفل فيظل يعمل ويظل يوم رواه يقول لهم نواه تبين أمة محمد صلى الله عليه وسلم وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وسلم. وكثرة المعاصي والغفلة تجعلك بعيد عن أن تستشعر مراقبة الله. يقول لك فأفضل الإيمان وأصدق الإيمان أن تدرك أن الله معك أن تدرك أن الله معك وهو معكم أينما كنتم. خرج أعرابي في أحد الليالي المظلمة إلى البادية من قصص هذه يسموها يستشهد بالوعاظ سواء كان صحيح ولا غلط يقول لك فيها درس نقول هنا. فصادف امرأة جميلة فراودها عن نفسها في الحرام يعني طلب منها الفاحشة. حاولت المرأة زجره ونهيه بالحسنى وتذكيره بدينه وعقله لكنه أصر على مطلبه بطبيعة يغلبه وراجل يعني ما تم حد. طمأنها وأخبرها بأنه لا أحد يراني باني ما ثم حتى ما تخافش من الفضيحة ما شفنا حد أنا وياك بركة صحرا أنا وياك الله وفي الظلام يعني ما شفنا حد يعني سوى الكواكب كان نجوم. فردت إليه العاقلة قالت ويحك وأين مكوكبها؟ ما قال كان الكواكب كان نجوم شوفينا ونجوم ما نخافوش منها يعني ايش تعمل باش ترفع تقرير ولا تفضحنا؟ قالت طيب إذا كان الكواكب تشوفنا فرب الكواكب هو فأين مكوكبها؟ أين خالقها؟
فخاف فتركها فذكرته بمن؟ بالله. هو كطلبها لم يكن من المحسنين، لم يضع في قلبي أن الله يراه، لم يكن محسنين. جنتان خاف ولا يخاف إلا إذا كان من المحسنين. جزاك الله خير يا حاج، ديما الحاج سيعطينا وحيد سمحة، ديما حاج ذكرنا إن شاء الله. رجل صالح هذا. نعم المهم الجنة حاج، ما قال المؤمن له جنتان ومن دونهما جنتان، وبعد يقول رب سبحانه باش ما لقنتوش فمن زحزح عن النار فقد فاز. المهم يقول لك ما تكونش في النار، يقول لك حتى كيف في الجنة سمع يس، لكن ما يرضاش بالكيف. يعني يقول لك كما قال يقول لك الإحسان هذه لمن خاف مقام ربي جنتان، ثم كما السابقون والمقربون وأصحاب اليمين، تمام أصناف حتى هم. إنهم يقول لك هذاك التنافس باش تتنافس، لأن الناس مش نفس القمة بالإيمان، مش المستوى يعني. لكن حتى إنسان ما يقرأش مش يقولش والله وأنا الصحابة يكون الصحابة الجنة مشت يعني تعبت بيهم يعني. يقول لك ربي يقول لك فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. قد تزحزحك كلمة، ما تفكر حديث البطاقة قلناها مرة يعني، أنا ربي الرسول يقول يعني يأتي بشخص فتوضع ملفات ومد البصر كلها مباربزة يعني كلها يعني واحد، فيعني يقول أتنكر من هذا شيء؟ يقول لا يا رب الله غالب يعني حصلنا منها. قل إن لك عندنا حسنة، هو مش عطاها قيمة، فتخرج له بطاقة ورقة مكتوب فيها لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ملفات بتاع 80 عام في كفة، ووضعت لك البطاقة في كفة فطيرتك الواحدة، لا يتعاظم مع اسم الله شيء. فمن زحزح هذا زحزحات على شوف هنيك يقول لك باش ما تيأسش، لأن هي خلق الإنسان ضعيف يعني، ومرة هيك مرة هيك. يا سيدي إذا كان مش من المقربين تكون من أصحاب اليمين، ماكش من أصحاب اليمين يا سيدي فمن زحزح عن النار، يقول هم زحزحنا عن النار، لكن أن تعمل صالحا ولا تكون من أصحاب الأعراف. تعيشك الغصر نتاعها أنك تتلفت منها تلقى جماعة متفرهدين، تلقى منها تلقى جماعة مليارين، هذاك التساوت حسناتهم وسيئاتهم أصحاب الأعراف يعني. سيدنا ابن عمر رأى راعيا سارح هذا فقال له بعني هذه الشاة وخذ ثمنها، قال ليست لي. تو سارح في الصحراء بعيد على عرفة نقول على مولاه، والقاه يعني شكون يشري من شاة، دبر حاله يعني شبابنا تو الجامع يقول خذ زوج، يقول له شي زوج يعني هز الكل واعطيني لا تفوتني الحيلة يقول يعني. قال لمن؟ قال لصاحبها، خطيتني دي أنا راعي برا سارح، قل لصاحبها ماتت أو أكلها الذئب. نجم يصدق ولا ما يصدقش؟ نجم يصدق، برشا أشياء تخرج برا وتموت، تلدغ ولا تطيح ولا كي ياكل الذئب يعني. السبلة سبلة أنت يقول لك وينك الشاة العلوش البقرونة ولا الأسود، قل لك كلاه الذئب ما جاش يفكر منها. قال والله إني لا في أشد الحاجة إلى ثمنها. السارح هذا راني محتاج، هذا قديش؟ 1.5 مليون بتاع العيد. أي 1.5 مليون، قال 1 مليون حيث راح اشتري به نحتاجها، أنا في حاجة له، ما نقولكش أنا بحاجة إليه. أي ولو قلت لصاحبها ماتت أو كان ذئب يصدقني فهو يثق بي، فإني عنده صادق أمين. ولكن أين الله؟ ولكن أين الله إذا قلت لصاحبها أكل الذئب ولم يأكلها الذئب، وإذا قلت لصاحبها مات ولم يأكلها ولم تمت؟ ما ربي يشوف فينا يعني. هذا سارح، لا فقيه ولا تقي ولا واحد ولا شيخ،
سارح، ولكن قلبه مملوء بعظمة الله سبحانه وتعالى، رغم أن فيه كما قلنا في بيئة وجو ينجم يعني يعمل شيء. كيف أفعل ذلك وأنا أعلم أن الله يراني ويعرف تصرفاتي؟ يعني أين الله؟ ثم كتاب اسمه حوار مع الشيوعيين في أقبية السجون، كتبوه في 45. المهم الشيوعي يقول لي ما يؤمنش بربنا، يقول لك لا إله ولا حياته مادة. دخلوا مع جماعة يعني مسلمين، عاد ثم واحد مهندس فلاحي والآخر مهندس فلاحي شيء، يتناقشوا في السجن ما عندما يتناقشوا. المسلم هذا يحب يعني يقنع الآخر باش يوريه أنك غلط كي تقول ما ثمش رب يعني. طيب قال له يعني ايش قولك في يعني في بلاد في إدارة يعني نقول في شيء منظم، ألا تكون له يعني هو شجرة جاب له شجرة في لعبة، قال ايش رأيك في الشجرة هذه يعني شوف أنت تنبت تغلاظ تمد غصانة تورق تنور تجيب الثمرة يجي الخريف تطيح. قال وحدها تعمل صدفة تعملها وحدها؟ قال لا، قال من وراء لابد أن يكون، قال كيف الإدارة يعني كذا مؤسسة لابد أن يكون وراها مدير حاذق ويعني عمل حاذقين يسير فيها يعني وتسيير جيد. قال فأين المدير؟ قال لك من الصدمة ولا يقول أين المدير أين الله؟ فأسلم. كما جاجارين حكيت مرة من جاجارين بتاع سبوتنيك بتاع روسيا في 1960 كي طلع الفضاء وشاف اللي خارج الأرض يقول جاجارين شاف قال هو شيوعي يعني يوم الواحد أدرك أن نظام الكون اللي برا النجوم والكواكب لا يمكن أن تكون صدفة ولا تصير وحدها، ما حتى واحدة من صدمة واحدة. فأدرك أن وراءه قوة تسيره، ما قالش الله يعني ثم إرادة تسيرها ثم عقل يسيره ثم قوة تسيره. فعندما نزل وهبطت من الصحفية قال كيف وجدت الله؟ قال وجدت الله، لكن مش بمعنى نحن الله يعني وجدت من يسير الكون. فقال لك اعمل مرة عملة أخرى أعدموه يعني، لأن خطر باش يقول يعني ثم رب الفوق يعني شوين هيروح ونمشوا هنا هذا شوفوا الشواهد من إحسان النبي صلى الله عليه وسلم، ما هو سيد المحسنين. كان الإحسان عند النبي عادة، هذيك خلقه وليس خاصا يعني مش في مرة محسن وغير مرة مش محسن، ليس تابع مناسبة، إنما هو أسلوب حياة. الرسول كان إحسانه أسلوب حياة يعني كان حياته كلها إحسان. عن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت عجوز إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو عندي نهار عائشة يعني في غرفة من عائشة، فقال عزيز جايا من أنت؟ قالت أنا جثامة المزنية. فقال بل أنت حسانة المزنية، بدلها اسمها جثامة حسانة. قال أنت كيف أنتم؟ كيف حالكم؟ كيف كنتم بعدنا؟ الرسول يسأل فيه عزيز أم عائشة كل شيء قيمتها وين يعرفها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ العزيز كيف حالكم وشن أحوالكم كيفاش كنتم بعدنا احنا يعني؟ قالت بخير بأبي أنت وأمي يا رسول الله، الحمد لله. قالت فلما خرجت قلت يا رسول الله تقبل على هذه العجوز هذا الإقبال التشرف هذا يعني تسأل عن أحوالها وتكرمها؟ قال إنها كانت تأتينا زمن خديجة، كانت تزور في مكة وقت خديجة حية، وإن حسن العهد من الإيمان. شو بعد قديش عام يعني عزيز عرفها واتذكى أن كانت تجيهم في دارهم أيام السيدة خديجة فلم ينكر يعني فأحسن إليها
أحسن إليها. لا قال لك إن حسن العهد من الإيمان. عن أنس رضي الله عنه قال: خدمت النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين. معروفة هذه، من العمر 10 سنين ولا عمر 20 عام. خدمت 10 سنين بلاش، ما يصب عليها في الكاس لا واحد بلاش. وهذا يقول لك من فقه أم أنس أن أحسنت استثمار ابنها، فوضعته في أحسن مكان يضمن له دنياه وآخرته عندما وهبته للرسول. قالت ما عندما هاجر الرسول يعني أهل المدينة الأنصار كل واحد يقدم شيء للرسول صلى الله عليه وسلم، هذا البن هذا كذا. يقول لك كل الأنصار يحاول أن يتحف الرسول. يقول أم أنس: لم يكن عندي ما أتحف به الرسول، ما أقيمه به باش نبين على أني مؤمنا محبة له، إلا ولدي أنس. فنظفاته وهزاته قالت يا رسول الله خويجمك أنس يخدمك، هذا ما عندي مجال. فأحسنت وضعه في أحسن مكان، ضمنت له الدنيا وآخرة. الأمات وين؟ مش حطيتها فيه. بل عند فلان قالوا يعلمك العزف ولا يعلمك الواحد كاراتيه ولا يعلمك الواحد، هذا مش تنقيص الواحد. أما شوف نظرت للآخرة والدنيا. هل قال سيدنا أنس الذي خدم الرسول 10 سنين، هذه شهادة من أنس لي إحسان الرسول صلى الله عليه وسلم. فما قال لي أف، فدتنا يا حسن يا حسن، يعني ما عمره ما قال لي أف، يعني ما سمعش مني كلمة لا نطش ولا سب ولا واحد، ما قال لي أف ولا لما صنعت هذا، علاش عملت هذا تعملش هذا، ولا لما صنعت لم تصنع كذا. كان الرسول أحسن الناس خلقا، الشهادة متاع 10 سنين. يعني تو حتى مثل ما شيء ولا ما طيبتش مقرونه اليوم، طيب لنا فتاة، طيب حتى ما عندش الفتاة راهو، حتى ما عندش مقرونه، لازم يعني عارض. يقول لك الرسول يعني هل يمكن لأنس أن لا يفعل شيء خاطئ؟ لابد أن يفعل شيء خاطئ، لكن يقول لك مهما فعل ما قاله الرسول علاه ما عملش هكا وعلاش ما عملش هكا. يقول سيدنا أنس حتى ساعة يتكسر صحن ولا كاس ولا شجار ولا تبسي، فزوجة النبي يعني تغضب، يقول لا إن لكل شيء أجل وهذا أجله، حتى الصحن عنده أجل، يعني طيش عليه. كان ايش استنتج سيدنا أنس؟ قال كان الرسول أحسن الناس خلقا، ما قال لي أف أبدا. وكلاش أم أنس الوصية الوسط بها، هو ما خاطر يخدم الرسول في النهار ويرجع في اللي بات عند أمه. قالت له يا بني إياك أن تفشي سر الرسول صلى الله عليه وسلم، إياك أن تسمع من الرسول كلمة تقولها لي حتى لين ود بالك، ما تقولها حتى شيء، إياك أن تفشي سر الرسول صلى الله عليه وسلم. ما تقولش تعال جاي احكي لي ايش عملت اليوم، واش كنت شفت، واش كنت عايش، واش عملت، واش طبخوا. كانوا أصحاب خلق. وروي أن الحسن سيدنا سعيد بن العاص باع أبو جهم العدوي داره ب100,000 دينار، 100 مليون جيرون جيش تو رخيصة، تلقى زجاج تلقى برطال. هذا أبو جهم العدوي باع داره باش يحول، قال السوم الدار 100,000 دينار، 100 مليون. ثم قال فبكم تشترون جوار سعيد بن العاص؟ جار هذا قال دار صحيح سمحة وجيب مليون، 100,000 جيب مليون، قديش 100 مليون، لكن جار أبو العاص قديش تشتروه؟ يعني جار أبو العاص خير من ثمن الدار. احنا سينقل على خاطر جاره بل معه جار مداريم، لا يعني جاره أحسن إليه، كان جاره من المحسنين. قالوا هل يشترى جوار قط؟ عمر ما سمعنا بواحد يبيع في جوار متاعه، أنت أول مرة تبيع في الجوار متاعه.
ليش هو؟ لما رأى من إحسان جاره. قال ردوا علي داري وخذوا مالكم، ما أدع جوار رجل إن قعدت سأل عني. كما الخرج يسأل علي، وإن رآني رحب بي، وإن غبت حفظني يدافع علي، وإن شهدت قربني، وإن سألته قضى حاجتي، وإن لم أسأله بدأني، وإن نابتني جائحة فرج عني. شنو أخلاق منا ذي؟ أخلاق المحسنين. فلما استوجب المال قال المشتري اسمح يا أبا سعيد، قال قد أسقطت عنك، اسمح يعني مش حاجة، قال قد أسقطت عنك 100 بحال 300. قال فأحسن يا أبا سعيد، قال قد وهبت لك 100 أخرى بحال 200. فقبض حق 200 فقال له يا أبا سعيد هذا نصف الثمن، أنت مش بحب 400 في الخير. فقال هكذا يكون الإحسان وإلا فلا. ما قال لي أحسن يعني تمام، يعني كنت له 1 دينار مش 100 دينار، هذا كان له وحده له. ميمون بن مهران هذا كانت له جارية ما يخدمه الجوار يعني، جاءته بمرقة استعفى فيها شوي شربة فعثرت فصبت المرقة عليه، الرجل بالجبة والصحفة بالدقة بتاع المرقة عليه مشت الجبة، فأراد ميمون أن يضربها بطبيعه كبشر يعني. فقالت الجارية يا مولاي استعمل قول الله تعالى والكاظمين الغيظ، قال كظمت غيظي، سكتت يعني. فقالت اعمل بما بعده والعافين عن الناس عفوت عنك قالت اعمل بما بعده والله يحب المحسنين اذهبي فأنت حرة كذا. سلكت روح يعني. هذا الناس إذا ذكروا بآية الله يعني ما أدري، قالت ربي يحب المحسنين قال ربي يرى الكاظم الغيظ، قال حين اتق الله ايش عمل تذكر بنوع ما يجيش يعني. شفت الأدب بتاع روحه. نعم ايه بالطبيعة تحمل، اذا وكما ذكرش من القرآن ما يجرى شيء. اما نحكي هنا كيف اذا سمع امر الله يعني استجاب، ما قالش لا هذيك شيء وهذا شيء، لا قال كظمت غيظي وعفوت عنك وانت حرة. ذكية يعني هذه تسلك روحها ديما. نعرف عن ابي هريرة ما حكاه الرسول صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي فاشتد عليه العطش، تعرفوا هذه، فنزل بئرا فشرب منها ثم خرج فإذا هو بكلب يلهث يكاد يأكل الثرى من العطش، فقال لقد بلغ هذا الكلب مثل ما بلغني، عطش كما عطشت، ما جرب العطش ولا شاف الكلب وش يهم الكلب كان حين يحد فتو. فنزل فملأ خفه سبدرويه ولا صباته ولا البطن تاعه، ثم أمسكه بفيه شد بفمه وطلع البير، ثم رقاه فسق الكلب فشكر الله له وغفر له. لا كان من أحسن إلى الكلب. احنا لا يحسن للباباه لو العمه يعني، أحسن إلى الكلب يعني. أحسن إلى الناس تستعب، أشوف الشاعر شو يقول يعني، أحسن إلى الناس تستعبد قلوبهم فطالما استعبد الإنسان إحسانه. ساعات واحد تعمل في المزية تملكه ظل مسكين ديما تعمل 50 واحد ولا يسبك في أول واحد تاكل باش ناس يعني تعمل فيه مزية صغيرة يعني يصبح مسكين كأنه عبد لك يعني ديما يشوف لك به. وواحد تعمل له يعني قديش تنقذ بلش على صلاة تمر عليه وين يعرفك يقول حالة. تقول الحكمة إذا أحسست بألم فأنت حي،
كنت تقعد تقول أنت حيرة، لأن الميت لا يحس. لكن إذا أحسست بآلام الآخرين فأنت إنسان، أي أنك أحسست بالإحسان ذاك، شعرت بألم ذلك الإنسان، أنت محسن. احنا زعما أحياء ولا ما شوف الحكمة، قال لك إذا أحسست بالألم فأنت حي، يعني بدأت حي، بدأت فيك الروح تحس. أما إذا أحسست بآلام الآخرين، فقر الآخرين، والآخر ما ذبح الشاشات في عيد، والآخر يعني ما لقاش باش يداوي، وتبلغ القصة بتاعك تتعلم تقول يا لطيف وكان عندي أنا أعطيتها، فأنت محسن، أنت إنسان. ها أخوانكم في غزة ما زال يقتلون فيهم ويجوعوا فيهم، من يحس بهم الآن؟ احنا نطالب الغرب والأمم المتحدة باش تحس بهم، ونحن كمسلمين لا نحس بهم. أحياء ولا ناس؟ يعني أحياء فقط. الإحسان في القول أن تختار كلام، تختار جواب، تختار كيش تجاوب تحاول. ربي قال وقول للناس حسنا وقل لعبادي يقول التي هي أحسن إن الشيطان ينزغ بينهم، إن الشيطان كإنسان عدوا مبينا. وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها يا سيدي كما عندك شأن تخطين. المهم ثم حدث نقصه هنا على الإحسان. إن شاء الله ربي يجعلنا من المحسنين وإياكم، وإن شاء الله ربي يعني يرزقنا الإحسان. غدوة إن شاء الله الامتحانات، غدوة تلامذة أبناؤنا وأحفادنا وأحفادكم وأبنائكم. مثلا مش عادة في تونس إلا وعندها تلقى واحد في الباك بنت ولد، غدوة يجرون امتحان البكالوريا، ونعرف امتحان البكالوريا هي الامتحانات نتاع الابتدائي والثانوي، بعد يتبين المصير نتاعها يمشي الجامعة. فنسأل الله أن يوفق أبنائي في هذا الامتحان، ونسأل الله أن يرزقهم الفهم والفطنة والتوفيق والسداد، وأن يجعلهم من الناجحين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل على أبناء المسلمين هذا الامتحان، وطمئنهم وثبتهم وارزقهم يعني الفهم وحسن الإنجاز، واجعلهم من الناجحين بتفوق ولا تميز، إنك سميع قريب. شكون عنده نتباك يعني ما شاء الله ثلاثة، إن شاء الله نوفقهم إن شاء الله. أول عام نعم سوقنا المبروك يا حمود، هذا سوقنا المبروك، فقل من المحسنين. إن شاء الله نوفقهم الرجل. نعم نعم إن شاء الله. إن شاء الله ربي يوفقكم ربي، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد. ومع عندنا مع حديث جبريل في الحصة القادمة إن شاء الله تعالى. وجزاكم الله خير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وبارك الله فيكم. سامحوني إذا كان رفعت صوتي ولا حاجة ونقصت عليكم الحج. جئتك قاصدا يا سيد السادات، جئتك قاصدا أرجو رضاك